السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء. معادنا النهاردة مع وجبة دسمة جدا من السعادة، سعادة دنيا وآخرة، مع فيديو مهم جدا. يعني أكون صادقة بكلامي بنسبة 100% لما أقولك هو أهم فيديو في اليوتيوب، مش في قناة سفيرة السعادة. عندك فقر، عندك هم، عندك ضيق، عندك مشاكل، عندك أي نوع من أنواع المنغصات، عايزة خير من أي أنواع الخير، لازم تكوني حريصة جدا على المادة اللي أنا هقدمها لك من خلال الفيديو ده. حاجة لو حافظت عليها عمرك كله بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أو في وقت من بعد الفجر لغاية مثلا قبل الظهر على طول، ومن بعد العصر لغاية بعد المغرب، إن شاء الله بإذن الله هتلاقي صلاح وفلاح وخير ورزق وراحة نفسية وسكينة وتيسير وبعد عن المصائب وعن كوادر الدنيا. تابع الفيديو بالكامل إن شاء الله بإذن الله تستفادي منه. ما تنسيش لايك واشتراك في القناة من فضلك. عايزه اقولك ان الناس من ناحيه اذكار الصباح والمساء كذا قسم. في ناس مش عارفه اهميتها ومش محافظه عليها اصلا ومبتفكرش انها تلتزم بيها، وفي ناس عارفه اهميتها جدا جدا بس مش عارفه تواظب عليها ولا تلتزم بيها. وفي بقى الطرف الاخر ربنا يبارك فيه اخر حاجه، الناس اللي عارفه اهميتها وتبارك الله محافظه عليها ولاقيه ثمرتها في حياتها. الناس دول بنطلب منهم انهم يشرفونا في الفيديو ويشيروه كمان، والكل كمان يشيروه. اول حاجه حبايبي هتكلم عن اهميه اذكار الصباح والمساء كما ورد على لسان بعض الأئمة والعلماء ومن تجارب الناس فعلا. قبل ما أكلمك إزاي تحافظ عليها وإيه الطرق والسبل وعشان تعرفي أهميتها فعلا هتحافظ عليها. معروف إن أي حد علشان يلتزم بحاجة وفعلا يتحفز ليها، كل ما يعرف أهميتها يبدأ يتحفز إن هو يلتزم بيها أكتر وأكتر. لو عرفت إن أذكار الصباح والمساء قيل عنها لو يعلم الذاكر ما له من أجور وكم يدفع الله عنه من المصائب والفتن والمحن والشرور لما غفل عنها، اللي هي أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء دي عبارة عن جرعة علاج فعلا بتكفيكي طول اليوم. قيل ما حافظ عليها عبد، اللي هي الأذكار، إلا شرح الله صدره. يعني تفضلي طول اليوم منشرحة الصدر في معية الله. لما تعرفي الأحاديث اللي وردت فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما تقولي إيه، رضيت بالله ربا، كان اللي هو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله ان يرضيه. وهنقول دلوقتي كل الاحاديث الوارده فيها، بس نتكلم عن اهميتها الاول من باب التحفيز. تمام. طيب ابن القيم قال ايه في اذكار الصباح والمساء يا بنات؟ قال أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه. انت فاهمة يعني ايه؟ طبعا احنا بنقول على أذكار الصباح والمساء انها حصن، فهو بيقولك هي زي الدرع. يعني انت كده داخله حرب في اليوم كده مع الشيطان، بقى اعوذ بالله، مع الناس اللي بتقابلك العين والحسد والحقد والحاجات اللي بنقابلها طول اليوم. انت لابسه درع، لابسه حصن حصين اللي هي الاذكار. كلما زادت قوه الدرع، يعني ممكن كمان السهم اللي هيطلق عليك يرد على صاحبه، سواء كان حسد، سواء كان مكيدة، سواء كان تخطيط لعداوة، كل ده بيرد على صاحبه، لان انت في معية الله، انت فعلا متحصنة. الناس اللي بتغفل طول اليوم مش لاقية وقت فعلا تقول أذكار، من شغل بيت لمواعين ليه، حاسة انك لو قلتيها وقعدت مسكت الورقة او جبت الكتاب او حملت تطبيق الأذكار على التليفون، كل حاجة خلاص انت قلتيها طول اليوم. يعني من ناحية استغفار، صلاة على النبي، أذكار، أدعية. يعني مش عارفة يا بنات أقول لكم أهمية الأذكار، يعني مش لاقية كلام. يعني يمكن الأئمة وصفوها في جمل أو في سطرين، أنا مش لاقية أعبر لك عن مدى أهمية أذكار الصباح والمساء. في تاني يقال من حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلوات وأذكار النوم عد من الذاكرين الله كثيرا. يعني انت عايزة تكتبي من الذاكرين والذاكرات، حافظي على الأذكار، طبعا من ضمنها أذكار الصباح والمساء. من ترك أذكار الصباح والمساء فقد دخل المعركة بدون سلاح مع عدو شرس حقود حسود. يعني انت لما انت ما تقوليهاش بتفضلي طول اليوم كده في معركة مع الحياة ومع الهموم ومع بقى الأحقاد والأحساد والحاجات اللي بنقابلها في حياتنا من غير سلاح. انت متخيله ان انت ماشيه كده في الدنيا مفيش اي حصن محصنك؟ يعني اذكار الصباح والمساء هي الحصن
حصين. بتحسي كده طول اليوم صدرك منشرح، في بركة في اليوم، في نشاط، يعني تفتح أبواب الرزق والبركة فعلا، طرد الشياطين من البيت، إزالة الهم والغم واستبداله بسعادة وبفرح وبسرور. جربي أذكار الصباح والمساء وحافظي عليها. أنا لغاية دلوقتي كده قلت الأهمية، والله ما وفتها حقها يا بنات. لكن دلوقتي بقى هنتكلم عن ان انت كده الاهميه للناس اللي ما كانتش تعرف اهميتها وهتبدا ان شاء الله تحافظ عليها. طيب واحده عارفه اهميتها بس مش عارفه تحافظ عليها بقى، هنبدا حبيباتي نلتزم بيها لمده 3 أسابيع مستمره ما تقطعهاش، هتفضلي محافظه عليها طول عمرك وهتحفظيها كمان. طيب ليه 3 أسابيع؟ علشان دايما اقول لكم اي عاده او عباده او اي حاجه حلوه حسنه محموده انت عايزه تتصفي بيها وعايزه تواظبي عليها طول عمرك، العلم والحاجات التنميه البشريه بتقولك تحافظي عليها 21 يوم، هتبقى بعد كده سهله، عقل الباطن خزنها وبيعملها، بياخد الاوردر وبيعملها بسهوله. فانت هتفضلي جايه على نفسك وملتزمه انك كل يوم بعد صلاه الفجر، ولو فاتتك بعد الفجر اول ما تصحي من النوم تقوليها برضو، مش طالما الفجر عدى مش هنقولها، لا هنقولها. وكمان بعد العصر على طول وانت لسه على المصليه تقوليها، ولو رحتي شفتي شغلانه وخلاص هتفوت عليكي برضو ما تقوليهاش لغايه المغرب، وممكن بعد المغرب كمان تقوليها، يعني ما تسيبيهاش على اي حال من الاحوال. طيب انا مش حافظاها اعمل ايه؟ حملي تطبيق على التليفون اذكار المسلم، اذكار الصباح والمساء، اكتبي في البحث كده هيطلع لك كذا تطبيق وتبداي تقولي الاذكار. تشتري كتاب حصن المسلم كل الناس عارفاه، في منه بقى مقاسات، في صغير وفي كبير وكله معروف يا بنات. طيب علميها لاولادك بالمناسبه، يعني لو انت دلوقتي كبرت ولسه ما حفظتهاش وكنت تتمني تحفظيها، اللي بيقولها من صغره بيفضل حافظها طول عمره، ما بيحتاجش اصلا ولا كتاب ولا ورقه. في مطويات كده بتتباع ب2 جنيه في المكتبات فيها اذكار الصباح والمساء، حافظه عليها، خليها مع مصحفك، خلي السبحه والمصحف والاسدال واذكار الصباح والمساء في مكان كده في بيتك دايما تحافظي بيه على اذكار الصباح والمساء. والله يا بنات اذكار الصباح والمساء اليوم اللي الواحد بيغفل عنها، بينسى ايام اللي انتوا عارفين الواحد ممكن بيغفل عنها في الايام دي، بتحسوا في نكد، في هم، في حاجات كده غريبة بتحصل. لكن لما تحافظي على أذكار الصباح والمساء فعلا بتلاقي في تيسير في يومك عجيب، بتلاقي كده في بركة، بتلاقي مفيش هم، بتلاقي نفسك نشيطة جدا. طب انا هقولك دلوقتي على بعض اذكار الصباح والمساء اللي هتحسي اصلا ان انت لازم كل حاجة تتعلق بيومك دنيوية واخروية هتلاقيها في الاذكار دي. يمكن دي اقل كلمة لخصت بيها أهمية أذكار الصباح والمساء. كل منفعة أخروية، كل منفعة دنيوية موجودة في أذكار الصباح والمساء. طبعا حبايبي في كتير جدا حافظينها وعارفين ان احنا بنقول فيها الفاتحة وبنقول فيها آية الكرسي ونقول فيها قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات كل سورة منهم، عارفين الحاجات دي كلها. بس مثلا لما يبقى فيها مثلا من ضمنها ايه؟ وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد، عايزة أكتر من كده، يعني كل شر في اليوم كله تستعيذي بالله منه. تمام؟ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لما مثلا تقولي مثلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. انت متخيلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده ايه؟ من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. يعني شايله هم دنيوي او اخروي ربنا هيكفيك الهم ده. انت متخيله الناس اللي بيقعدوا يقولوا انا شايله هم مش عارفه ايه وشايله هم ايه ومش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اعمل ايه يا ام علياء؟ خلاص قوليها الصبح وبالليل 7 مرات و7 مرات، يعني حل كل مشاكلك. والله العظيم كل المشاكل حلها في اذكار الصباح والمساء. لما يبقى كمان حبيباتي من ضمن أذكار الصباح والمساء اللي احنا حافظينها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى لم يضره شيء. عارفة يعني ايه كلمة شيء؟ يعني أي شيء بقى، اي شيء ان شاء الله باذن الله لن يضرك. ده لو قلتيها بيقين ان شاء الله باذن الله وبقلب مطمئن كده وباستحضار نيه وباستحضار تدبر، مش تقعدي بقى تقوليها بس برضو بلسانك. من ضمن الاذكار لما تقولي يعني انت عايزه ايه اكتر منك مثلا اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي.
يعني كل حاجة، أهله وماله ودنيا ودين. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا بنات، يعني هي أكتر حاجة تقال عليها حصن حصين. الحصن الدواء بتاعك، الجرعة اليومية. يعني في حد مثلا عنده مرض معين وبياخد جرعة دواء، ينفع يمشي في اليوم ده من غير جرعة الدواء؟ هيقع في اليوم ده وهتلاقيه على الأقل التقدير تعبان مش قادر، ما خدش الدواء بتاعه. هو ده الحصن بتاعنا. ربنا يكفيك الهم، ربنا يكفيك الكسل، ربنا يكفيك الغم، الأمراض، الشرور، الكيد، الحسد، الحقد، وسوسة الشياطين، بركة في البيت، رزق واسع، حاجات كتيرة جدا 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 فيها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اشتملت على دعاء، على ذكر، على استغفار، على صلاة على النبي. يعني حتى لو اتشغلت طول اليوم في شغل البيت، دعاء وقلت ذكر وقلت صلاة على النبي، استغفار، تسبيح، سبحان الله وبحمده. يعني حتى لو طول اليوم خدك الشغل والمسؤوليات، على الأقل بتقعدي بعد الفجر وبتقعدي بعد العصر علشان فعلا يبقى ليكي ورد. ما بتاخدش معاكي على فكرة من 5 ل10 دقايق، ما بتاخدش وقت أصلا قصاد الساعات اللي بنضيعها في اليوم على التليفونات وعلى ما فيهاش حاجه. لو قلت كده واسالي ربنا الهدى والثبات، فيها استغفار 100 مره، فيها اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حاجه علشان تكفيكي من الحسد ومن العين، وفيها صلاته على النبي، فيها كل حاجه، فيها قران. حافظي على اذكار الصباح والمساء ان شاء الله باذن الله، تبقى ليكي حصن حصين باذن الله. لو سمعتي الفيديو لغايه دلوقتي اعملي لايك عشان الفيديو يرتفع، وشيريه من فضلك، من فضلك شيري الفيديو ده. اي فيديو يا بنات فيه محتوى دين باكد على التشهير علشان كمان انتوا تاخدوا معايا ثواب. ومش عايزه انسى اللي هو طبعا موجود في اذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. ده الموضوع وصل كمان لغايه القبر. يعني مفيش حاجه تركتها اذكار الصباح والمساء الا لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اهميتها وفوائدها، ان احنا نحافظ عليها في الوقت ده. بس كده حبايبي، يا رب اكون كفيت ووفيت، وان عارفه مهما اتكلم عن فايده اذكار الصباح والمساء ولا هكفي ولا هوفي في الموضوع ده. يعني يمكن من اكتر الموضوعات اللي انا حاسه مش قادره فعلا اوصل لك فايدتها كلها ازاي، مش قادره بجد. حافظي عليها، هتلاقي ثمراتها ان شاء الله باذن الله حبيبتي. بكده يكون انتهى النهارده فيديو كده، يعني اتمنى تكون استفدت منه. ما تنسونيش من اللايك، جزاكم الله خيرا رفعا للفيديو. وعايزه اركز حبيبتي معاكي في اخر فيديو على نقطه مهمه، بس مش هتاخد مني كده نص دقيقه. اذكار الصباح والمساء هي بدايه لكل خير، بدايه لالتزامك بالصلوات، بدايه لانك ربنا يعالجك من الحسد، يعالجك من اي امراض عندك سواء جسديه سواء نفسيه. كل الحاجات دي هتلاقي رزقها وثمرتها في اذكار الصباح والمساء. شكرا ليكم ومتابعتكم الكريمه. ما تنسيش اشتراك في قناه سفيره السعاده مع علياء، واعملي لايك رفع للفيديو وشيريه كمان. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.